بسم الله الرحمن الرحيم. تم بحمد الله تنفيذ مشروع ترميم بئرين رقم 6 و7 ضمن سلسلة ترميم آبار المياه في غزة. البئر الأول رقم 6 بمنطقة أبراج الفيروز كان معطل بسبب القصف المتكرر على المنطقة، وهو على عمق 55 متر تحت الأرض، ويخدم ما يقارب 60 بيت وأسرة في هذا الحي الذي يعاني في الحصول على المياه. ليأتي هذا المشروع ليخفف عنهم بتبرع كريم من فاعلات خير من جمعية يتيم الذاكرات، وبإدارة الأستاذة الفاضلة نجاة رافعي الإدريسي في ألمانيا، وكذلك بإشراف الأستاذة الفاضلة غدير من كندا، جزاهم الله خيرا. فتمت عملية الصيانة والإصلاح من خلال طواقم فنية لاستخراج موتور مضخة الغاطس، وتم فكه وإرساله لورش الصيانة ولف المحركات الكهربائية وتغيير قطع الغيار وبعض الإصلاحات وتوفير طبلون كهربائي وما يلزم لضمان تشغيله بالشكل السليم. عظيم هو الخير حين يضيء عيونا وروح العطاء عظيمة كلفتات ود بنفس محبة ولمسات قلب بكف رحيمة، وماذا سوى الخير يعطي بريقا لجوهرنا ذا جمال وقيمة. سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة. سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة. سعادتنا حين نأتي كحلم لكل شعور يقاسي همومه، فهم بيننا متعبون بصمت وهم كالكنوز بشهر الغنيمة، ونحن معا لن يمروا بيأس ولا بانكسار ولا بهزيمة. سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة. سنعطي الأمل بأسمى عمل لنحيا جميعا حياة كريمة. وتم تشغيل البئر ليعود مرة أخرى لخدمة الناس وضخ المياه في خراطيم البيوت مباشرة ليستفيد منها هذا الحي وسكانه. بوركت مساعيكم الطيبة، وجزاكم الله عنا وعن أهلنا في غزة خير الجزاء. أما البئر الثاني رقم 7 في منطقة غرب المقوسي بمدينة غزة كان معطل بسبب القصف الشديد الذي ناله الحي في هذه الحرب، وهو على عمق 50 متر تقريبا تحت الأرض، ويخدم ما يقارب 70 بيت وأسرة في هذا الحي الذي يعاني من نقل المياه من أماكن بعيدة. فتمت عملية الصيانة بالكامل وأجرينا الفحص والتشغيل بالشكل السليم. عظيم هو الخير حين يضيء عيونا وروح العطاء عظيمة كلفتات ود بنفس محبة ولمسات قلب بكف رحيمة، وماذا سوى الخير يعطي بريقا لجوهرنا ذا جمال وقيمة. وللظروف الأمنية في الحرب لم نتمكن من التصوير أثناء تنزيل الغاطس لخطورة المكان، ولكن صورنا البئر أثناء تشغيله. ليعود البئر مرة أخرى ليضخ المياه في الخراطيم المؤدية للبيوت، ويستفيد منه الحي على مدار الساعة بفضل الله، وتنتهي معاناة الناس والمشقة في نقل وتوفير المياه. لا يسعنا في هذا المقام إلا أن نشكر كل من ساهم في هذه المشاريع الخيرة التي تفرج كرب الناس
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. سعادتنا حين نأتي كحلم لكل شعور قاسهم، فهم بيننا متعبون بصمت، وهم كالكنوز بشهر الغنيمة، ونحن معا لن ولا بانكسار ولا بهزيمة، سنعطي الأمل بأسمى عمل.